السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل حاجة كده بديل السندوتشات للأولاد في المدرسة. النهارده هنعمل ميني كرواسون. هنعمل بقى بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير موجودة كلها في البيت. يعني مش ولا في زبدة ولا في بيض ولا في أي حاجة خالص. حاجة سهلة كده وبسيطة والنتيجة روعة جدا. شايفين شكله ازاي؟ زي العسل وهش وطري جدا. وبصوا شايفين ازاي الطبقات فيه جميل، وتقدري تحشيه بأي حشو انت عايزاه. تمام. يلا بقى لو تشوفوني اول مره، انا ام رودي. لايك بقى وشير للفيديو لو عجبكم، واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناه. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا الفيديو بتاعنا. يلا بينا. اول حاجه كده نسمي الله ونبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه هاخد معلقه كبيره من الخميره الفوريه، عليها معلقتين كبار من السكر. تمام تمام. وهاخد كمان ربع كوبايه من الزيت. نزلت بالزيت على الخميرة والسكر زي الفل. كمان عندي كوباية من الحليب الدافي، يفضل ان هو يبقى دافي ما يبقاش سخن، لان لو كان سخن هيموت لي الخميرة. احنا عايزينه بقى دافي عشان ينشط ايه؟ الخميرة. وعندي كوباية من المية، مش هاخدها دلوقتي، هقول لكم ايه هاخدها امتى. اخدت دلوقتي كوباية الحليب وكوباية المية، لما احتاجها هاخد منها حبة حبة للعجن. خلاص كده دوب الكلام الجميل ده كله مع بعض. عندي هنا نص كيلو من الدقيق، عليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام. وهاخد كمان ربع معلقة من الملح. البيكنج باودر بيدي طراوة جدا للمعجنات، بخليها كده مش مكتومة وتقعد معاكي اطول وقت ممكن. تمام. خلاص كده هبتدي انزل بالدقيق اللي عليه ربع معلقة من البيكنج باودر وربع معلقة من الملح. هبتدي كده بالمضرب، يعني احاول ان انا اقلب العجين كده تقليبه بسيطة، وبعد كده هستغنى عن المضرب خالص وهشتغل بايدي. ابتدي بقى اعجن بايدي، مفيش احسن من يعني انا عندي عجان، بس انا ما بحبش اعجن بالعجان، بحب اعجن بايدي. تمام. خلاص كده زي الفل. وهبتدي اضيف حبه حبه كده من الميه الدافيه، كوبايه الميه الدافيه اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو. هبتدي اعجن بيها، بس كمان تكون ميه دافيه مش بارده. هبتدي اضيف حبه حبه لحد ما اوصل للعجينه المطلوبه. خلاص كده زي الفل، زي ما احنا شايفين خلصت العجينه بتاعتي. شايفين شكلها ازاي؟ طريه كده، بس اهم حاجه ما تكونش بتلزق في الايد. هغطيها واسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر. وما خدتش يعني انا خدت كوبايه من الحليب وربع كوبايه من الميه. تمام. خلاص هنا العجينه بتاعتي اختمرت، هخرج منها الهواء. اخدت في التخمير حوالي ساعه الا ربع. تمام. خرجت كده منها الهواء. عجينه طريه وما شاء الله وناجحه وزي العسل. نزلت بالعجينه بتاعتي على الرخامه وابتدي اعملها رول. العجينه لما بتبقى ناجحه وطريه بتساعدك ان انت تشتغلي. تمام. خلاص كده ظبطت العجينه بتاعتي وعملت لها رول. وهبتدي ان انا اقطعها لقطع متساويه. اقفلها كده من تحت واعملها على شكل دائري او زي الكوره. احاول ان انا اخلي القطع كلها متساويه. عندي صينيه هنا، وابتدي احط القطع بتاعت العجينه بتاعتي على الصينيه. خلص تقطيع العجينه بتاعتي كلها كده بنفس الطريقه. احاول بس يكون ان هما يكونوا متساويين. خلاص كده زي الفل. هغطيها واسيبها لمده ربع ساعه ترتاح. خلاص هنا العجينه بتاعتي ارتاحت ربع ساعه. هبتدي اخد قطعه قطعه من العجينه واغطي العجين اللي باقي، لان انا مش عايزه وش العجين بتاعي ينشف. رشه كده من الدقيق على الرخامه، وهبتدي احط قطعه العجين ورشه كمان من فوق، وهبتدي افرد العجينه بتاعتي دي على شكل دائري. وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية، مكوناتها موجودة طبعا في كل بيت، بديل بقى عن السندوتشات بتاعت كل يوم للأولاد في المدرسة. كمان تقدري تعمليها كمية وتحطيها في الفريزر، وتطلعي بقى على حسب الكمية اللي انت عايزاها كل يوم. خلاص كده فردت العجينة بتاعتي على شكل دائري. عندي هنا طبق كبير، وهبتدي احط فيه العجينة بتاعتي. خلاص كده زي الفل.
عندي كمان هنا نص كوباية من السمنة السايحة، وهبتدي ادهن بيها العجينة بتاعتي. مفيش زبدة بالسمنة اهو، السمنة موجودة طبعا في كل بيت، حاجة سهلة وبسيطة، ده بديل الزبدة. خلاص كده نفرد او ندهن العجينة بتاعتي كويس، وهسيبها برضو على جنب، ونعمل قطعة تانية نفس ما انا عملته. حاول ان انا اخليها نفس المقاس بتاع ايه العجينة اللي انا فردتها في الاول، عشان كده قلت لك احنا بنقطع لازم نخلي يعني قطع العجين بتاعتي قد بعض. خلاص كده فردت الطبقة التانية من العجينة، هبتدي احطها على الطبقة الاولى اللي هي مدهونة من السمنة. هحاول ان انا اظبطها كده اهو زي الفل، وهبتدي ادهنها برضو بالسمنة. خلاص تمام وزي العسل. عندي دي الطبقة التالتة وهتبقى اخر طبقة، يعني احنا العجينة بتاعتي هنعملها من 3 طبقات. تمام، اخر قطعة كده وهبتدي احطها. اخر قطعة دي انا مش بدهنها سمنة يا جماعة، تمام، ابتدي ان انا اسويها كده واحطها في التلاجة لمدة ربع ساعة، بس اهم حاجة ان انا اغطيها. خلاص كده بعد العجينة بتاعتي ما ارتاحت ربع ساعة في التلاجة، هبتدي ان انا افردها. مش هفرد بدقيق ولا اي حاجة، هفردها لوحدها، هي مرتاحة وهتتفرد معاكي بسهولة. الطبقات دي هي اللي بتدي التوريقة بتاعت الكرواسون. حاول ان انا افردها على شكل دائري، سهلة خالص في الفرد عشان مرتاحة في التلاجة. ده بيكون شكلها بعد الفرد. هبتدي ان انا اقطعها كده من النص، انا هحاول ان انا اقطعها مظبوط. خلاص كده زي الفل، مفيش زبدة طبعا ولا حاجة اهو، سمنة ونفس النتيجة والطعم تحفة جدا. تقطع كده الناحية التانية برضو، وهبتدي ان انا هقول لك حاجه. القطع اللي زي ما انت عايزه، انت عايزاها كبيره عايزاها صغيره زي ما تحبي، تمام، يعني تقدري تكبري وتقدري تصغري زي ما انت عايزه. انا اديتك الفكره وانت بقى زي ما انت عايزاها كبيره عايزاها صغيره زي ما تحبي. نحاول بس على قد ما نقدر نخلي القطع كلها قد بعض. اكيد طبعا في واحده هتطلع كبيره وواحده هتطلع صغيره اكيد، بس يعني على قد ما نقدر كده نظبط ايدنا كده ان القطع كلها تبقى قد بعض. الحشوة بقى اختياري على حسب ما انت عايزة، او الحشوة اللي بيفضلوها اولادك. انا هحشي جبنة رومي وهحشي جبنة بيضة. انت تقدري تحشي بقى مربى، شوكولاتة، جبنة فيتا، زي ما انت عايزة، الحشوة على حسب ما انت تحبي. خلاص كده اخدت قطعة من الجبنة وحطيتها، وابتديت ان انا الف الكرواسون بتاعي. شايفين ازاي بسيط جدا اهو زي الفل. عندي هنا صينية ودهنها بأي مادة دهنية، سمنة أو زيت أو زي ما تحبي، تمام. يعني حاولي بقى لو عايزة تعملي نصه حادق نصه حلو زي ما تحبي، يعني ممكن تعملي نص بالجبنة الرومي والجبنة البيضاء، والنص التاني بالشوكولاتة والمربى زي ما تحبي. اهو قفلها كويس، التقفيلة بتاعتها سهلة وبسيطة جدا. خلاص كده تمام وزي العسل. هخلص الكمية كلها كده بنفس الطريقة، بس هحاول ان انا اسيب مسافة بين القطعة والتانية عشان لسه هيرتاح، فالحجم بتاعه هيتضاعف. خلاص انا خلصت الكمية كلها، شايفين شكلها ازاي زي العسل. شايفين الكمية دي كلها من نص كيلو دقيق، حاجة سهلة بقى واقتصادية جدا، والكمية ما شاء الله زي العسل. هسيبه يرتاح كده لمدة نص ساعة، وبعد كده نرجع نشوف الخطوة اللي بعد كده خلاص انا الكرواسون بتاعي اختمر، وعندي بضاية عليها معلقتين كبار من الحليب ومعلقة صغيرة من الخل، وهبتدي ادهن بيها وش الكرواسون. طب يا ام رودي ايه البديل لدهان الكرواسون لو انا مش عايزة احط بيض؟ تقدري تحطي معلقتين كبار من الحليب، هدوب فيهم معلقة صغيرة من النسكافيه وادهن بيهم الكرواسون. او كمان عندي معلقتين كبار من الحليب على معلقة صغيرة من الزيت وادهن بيهم الكرواسون زي ما تحبي. رغم ان البيض لو انت حطيتي عليه معلقة الخل بيقضي على زفرة البيض تماما. خلاص كده شغل الفرن طبعا على درجة حرارة عالية. هحط المعجن الكرواسون بتاعي في الرف الوسطاني اول 5 دقايق على نار عالية، وبعد كده اهدي النار لحد ما ياخد لون ذهبي من تحت، وبعد كده اشغل الشواية ياخد لون من فوق. هنا خلاص اخد لون من تحت، وبعد كده هشغل الشواية ياخد لون ذهبي من فوق.
ايه رايكم بقى في الكرواسون القمر ده؟ شايفين شكله ازاي؟ زي العسل، يفتح النفس. واخد التسويه المظبوطه واللون المظبوط اهو. شايفين شكله ازاي؟ طري وهش. يلا نقطع واحده مع بعض كده ونشوف القلب بتاعه ازاي مستوي زي العسل ومورق كمان. ده اللي انا عملته بالجبنه البيضاء. هنشوف واحده كمان معاكم اللي انا عملته بالجبنه الرومي. كان طعمه بجد خيال. ده اللي انا عملته بالجبنه الرومي اهو. شايفين ازاي؟ تحفه جدا. يا رب النهارده طريقه الميني كرواسون تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.